ويا مساء الفل عليكم، ايه الاخبار؟ انا اسلام ناجي، بورتريه فاشن فوتوغرافر، والنهارده فيديو جديد مروق عليكم اهو، فيديوهين ورا بعض. شوف تفاعل بقى ولا اهرب تاني. مبدئيا انت داخل الفيديو دوت يا اما عشان كنت في وقت من الاوقات سكند، يا اما عايز تكون سكند، يا اما ما تعرفش يعني ايه سكند اصلا. فاحنا في الفيديو دوت هنعرف يعني ايه اصلا سكند. السكند دوت المفروض بيعمل ايه، بيكون وظيفته ايه في الايفنت، ايه اللي المفروض تعمله عشان تشتغل سكند، وايه اللي المفروض تعمله عشان تستفيد اكبر استفاده من السكند. فكمل الفيديو للاخر عشان في شويه تريكات كده لازم تعرفها، حتى لو انت ما بقتش سكند وهتجيب ناس تشتغل معاك سكند، فلازم تبقى عارف ايه ليه وايه عليه. تعالوا الاول نتكلم ايه هو السكند اصلا. السكند هو المصور التاني اللي هو بيساعد المصور الرئيسي بتاع الايفنت في ان هو ياخد كادرات مختلفة او يغطي زوايا مختلفة او يكفر بارتي، وهو يكفر مومنتس، ايا كان الاتفاق اللي هيكون ما بين المصور الرئيسي والسكند. هو بيكمل الشغل بتاع المصور الرئيسي. بس دايما بيكون في مشاكل، ودايما بيكون في ناس مش عارفه ازاي اصلا تشتغل سكند او ازاي تنجح في الحته ديت. لان بدايه ان انت تكون مصور رئيسي عندك بيج وبيجي لك اوردرات هي ان انت تكون سكند ناجح مع مصور ناجح. تعال الاول نسال نفسنا كده، هو هل اصلا السكند مهم؟ يعني ليه انا كمصور رئيسي ما اكونش بغطي الايفنت كله؟ يعني ليه مهم يكون معايا سكند؟ احنا مش دايما بنعرف نرضي ذوق العميل من جميع الاتجاهات. مهما كان ذوقك، العميل ممكن يكون عنده أذواق مختلفة، ودي بتيجي وظيفة السكند. انت بتغطي بشكل معين برؤية معينة بوجهة نظر، وهو بيغطي بشكل معين بوجهة نظر برؤية معينة، فبتغطي كمية كبيرة أو شكل كبير من أذواق العميل اللي انت بتشتغل معاه، غير ان انت بتسلم العميل عدد صور اكتر ومغطي حدث اكبر. يعني احنا لو بنتكلم على ايفنت كبير في ناس كتيرة، في مومنتس كتير، صعب ان حد يغطيه لوحده. ودايما رؤية المصور اللي بقاله خبرة بتكون ليها علاقة اكتر بالفنيات من ان هو يطلع عدد صور. ودي بتيجي وظيفة السكند اللي معظم الوقت بيكون مصور ما عندوش خبرة كبيرة او ما بقالوش كتير في المجال، فبتيجي ان هو بياخد اكبر كمية صور وبعد كده بينقي منهم المصور الرئيسي الصور اللي ينفع تتسلم للعميل، وهنا بتكون غطيت مساحة كبيرة جدا. لحد هنا الكلام حلو، بس المشكلة ان انا دايما بيجيلي او بشوف مشاكل بتحصل مع المصورين والسكند بتوعهم او مع السكند والمصورين. والمشاكل دي بتتلخص في شويه حاجات ممكن نقولها في الاخر بين قوسين الاتفاق مش مظبوط. وانا عندي قاعده كاسلام كده ان الحاجه اللي مش هنتفق عليها دلوقتي هي خناقه متاجله. وعشان كده انا بقول ان اهم حاجه في قصه السكند والمصور ايه هو الاتفاق. انت كمصور جديد تحط في دماغك ان المصور اللي بيجي له اوردرات هو محتاجك كسكند، خصوصا لو انت عندك عين كويسه. فانت كسكند المفروض تعرف انت محتاج ايه من ان انت تشتغل سكند، لان انت مش نازل تشتغل سكند عشان تجيب فلوس بس. السكند بيكون اهم حاجه من وراه ان انت تاخد خبره، تكون موجود بشكل اكبر في ايفنتات حقيقيه مع عميل حقيقي وتشوف التعامل عامل ازاي. فانت تحاول في الاتفاق بتاعك تشوف متطلباتك وتتفق عليها. يعني مثلا انت عايز يبقى عندك صور من الايفنتات او من الشغل اللي انت بتنزله تنزل على البيج بتاعتك، لازم تتفق على ده، لان معظم الوقت بيكون المصور الرئيسي مش عايز الشغل بتاعه ينزل عند حد تاني. فلو انت هو ده تارجتك ان انت يكون عندك بيج عليها داتا، لازم تتفق. اوعى ما تتفقش وبعدين تروح تنزل من وراك، هنا بتحصل مشاكل. واوعى يبقى الموضوع مش صريح. انت عايز فلوس زياده هتقول انا عايز فلوس زياده، عايز تنزل داتا هتقول انا عايز انزل داتا، عايز يبقى في وقت معين للشغل هتقول انا عايز وقت معين للشغل. الفكره كلها بتيجي احنا يا جماعه مش صناعيه، برضو مع كامل احترامي لصناعيه، بس انت فنان. فلما بتكون فنان انت دايما عندك متطلبات، فما ينفعش يحصل ان احنا نشتغل من ورا بعض. الاتفاق بيلغي الموضوع ده خالص. طب احنا لو اتفقنا اصلا، وفي العادي احنا اصلا بنتفق، المشكله بتيجي منين؟ المشكله بتيجي يا اما من مصور مش همه غير مصلحته وبس، لان المصور لو ما فكرش ان السكن دوت هو كل شغله عشان يكون في وقت من الاوقات عنده بيج وعنده بيزنس خاص بيه وبياخد الموضوع بطمع شويه، بيحصل مشكله. والناحيه التانية ان يبقى في سكند داخل حاجه من الاتنين بقى، يا مصلح يا داخل بقى يبص على الحريم، يا داخل الدنيا واخدها لعب وخلاص. هنا بتحصل مشاكل. تعالوا نشوف السكند اصلا ايه اللي المفروض يعمله او ايه واجباته. اول حاجه واهمهم انه يكون بيتقي ربنا في الشغل مع المصور الرئيسي. يعني انت بتشتغل مع الراجل عشان انتوا تيم واحد، كل هدفكم ان انتوا تنجحوا
تنجحوا الاوردر بتاعكم، ان العميل في الاخر يكون مبسوط منكم فيجي لكم شغل اكتر، فانت تاخد خبره بشكل اسرع فيبتدي يبقى عندك بيزنس. بس ان انت تكون داخل عشان تنحت وخلاص، عشان تتمنظر، عشان اي حاجه من الحاجات ديت، ده بيوقع الشغل وبيخليه. احنا في شغلتنا الكلام بيتقال من وقت للتاني لكل الناس، يعني احنا بنقعد مع بعض وبنسمع ده عمل كذا وده عمل كذا، فدي بتبقى سمعتك والسمعه اللي بتتاخد، والناس ما تعرفكش بتفضل لابساك فتره طويله قوي. لحد دلوقتي لو لسه ما عملتش لايك يعني مستني ايه؟ طب ايه اللي المفروض يكون المصور الرئيسي واجب عليه؟ الواجب عليه ان هو يعلمك، يديك من خبرته، يعرفك ازاي بتتعامل مع العميل. كل الكلام دوت هيفرق معاك جدا، يعرفك الاسعار، يعرفك ازاي التسليم، يدخلك في مود الشغل. لان انت زي ما احنا قلنا انت بتخش عشان تكون في وقت من الاوقات عندك بيزنس وتكون شغال للحاجه الخاصه بيك، فده لو انت ما لقيتهوش من المصور الرئيسي فهو بينحتك وبس. فلازم تدور على حد يعلمك يطور منك. خليني اقول لك على شويه حاجات كده تتفقوا فيها مع بعض هتخلي الموضوع المشاكل فيه اقل كتير. اول حاجه الكاشات، لازم تتفق على المبلغ اللي انت هتاخده مقابل عدد ساعات قد ايه، او شكل الشغل عامل ازاي، ولو عدد الساعات او شكل الشغل اللي اتفقنا عليه بيزيد هيبقى المبلغ بيزيد بشكل عامل ازاي. تاني حاجة اتفق ان انت تنزل شغل عندك، شوف هو عايز يديك انهي شغل تنزله عندك، بس تكون انت اللي مصوره بالكاميرا بتاعتك، وحاول يبقى هو دوت الشغل. يعني انا مثلا كل 3-4 اوردرات انزل اوردر عندي، ويكون طبعا العميل موافق ان الشغل ده ينزل، وهو يدعمك في القصة زي دي. هتاخد الشغل تشوف الايديت، هو يبقى بيشرف على الايديت بتاعك او بيديك وجهة نظره، وبعدين تبدأ تنزل شغل عندك. لان انت مع الوقت خلاص انت خدت النهارده فلوس، بعد فلوس، بعد كده انت عايز تكبر. فصدقني الشغل والداتا اللي انت هتبقى بتنزلها عندك هي اللي هتكبرك مش الفلوس. تالت حاجة اشتغلوا على الولاء بينكم، لازم يبقى هو بيطورك وانت بتدعمه، لان كل ما انت دعمته كل ما بقى فيه شغل اكتر، وكل ما هو طورك كل ما بقيت مؤهل ان انت تمسك شغل وتكون صاحب بيزنس. لو انت ما كانش عندك فكرة عن السكند او هو ليه مسمى تاني في البلد بتاعتك اكتب لي تحت في الكومنتات. ولو انت بتفكر تشتغل سكند قول لي الموضوع فادك ولا لا، ولو اشتغلت سكند وحصلت لك مشاكل غير اللي انا قلتها اكتب لي في الكومنتات. شكرا ليك جدا، السلام عليكم.